الدروس التي مرت بها الأمة السودانية لبناء حاضرنا الذي نعيش، وكيف نعمل لتصميم ووضع رؤية لمستقبلها. إن هي أفادت من درس الحاضر فلن يغير الله ما بها حتى تغير ما بأنفسها وتضع أسس مستقبلها لبناء الجيل الجديد. بإلقاء نظرة على الدروس التي قدمتها الحياة للأمة السودانية على مدى قرن من الزمان، سنجد أن هذا الحاضر كان مستقبلا في السابق. لم نستفد من الدروس حينها ولم نؤسس لحاضرنا وقتها. الآن المستقبل للأمة السودانية بين يدي حاضركم. لقد تم الاستقلال الأول عند تحرير الخرطوم من الاستعمار التركي في 28 يناير 1885 على يد الثورة المهدية، أي قبل 138. ولكننا لم نحسن الاستفادة من الانتصار بعد أن اعتلى الخليفة التعايشي سدة الحكم وأغرق البلاد في أنهار من الدماء. كان الناس يدفنون موتاهم في بيوتهم خوفا مما يطلق عليه الجهادية، وبعنصرية أدت إلى عودة الاستعمار البريطاني ليحكم بعد 4 سنوات، من 98 1800 إلى 56 1900. الدرس الثاني: تحقق الاستقلال مرة أخرى في 56 عن طريق نخب غردون كما يعرفها بروف عبد الله علي إبراهيم في مقاربته بين فتح الخرطوم أو فتح الخرطوم بين الإمام المهدي والفريق حميد. لم نحسن الدرس، لم نستوعبه، لم نستفد منه بتكوين رؤية وطنية، بل دخلنا في صراع بين الأحزاب التي بنيت على أسس طائفية ولم تكن لديها برامج عمل، وبدأت في صراعات ومكائد ودسائس وأحقاد كما وصفها محمد أحمد بن حجور. الدرس الثالث: ثار الشعب على إبراهيم عبود في أكتوبر 64، والذي كان قد تسلمها من حزب الأمة نكاية في بقية الأحزاب، استردادا لكرامته حين اقتحم الجنود حرم جامعة الخرطوم لفض ندوة كانت بها، وكان حرم الجامعة محرما على الزي العسكري ناهيك عن دخولهم لفض الندوة وإطلاق الرصاص داخلها. لم نستفد من الدرس حين أعادت الأحزاب سيرتها الأولى في سرقة الثورات، وعفى الله عما سلف ما دامت الكراسي قد عادت لهم. الدرس الرابع: لعلكم تذكرون حركة 2 يوليو 76 الشهيرة التي كلفت الشعب السوداني نحو أكثر من 3000 قتيل، والهلع والرعب الذي أصاب سكان العاصمة بعد غزوها ممن لا يعرفون طرقها ومعالمها، ويسألون عن القيادة العامة أين هي بعد أن تم احتلال مبنى الإذاعة وقاموا بتخريبه. كانت هي هذه الأحزاب: الأمة والاتحاد الديمقراطي والحركة الإسلامية. تدربوا في ليبيا وقطعوا الفيافي لغزو الخرطوم. 3 أيام عاشتها العاصمة كابوسا انجلى بتصفية المرتزقة الذين استعانت بهم الأحزاب للوصول إلى كراسي السلطة بقيادة محمد نور سعد. الدرس الخامس: في 10 مايو 2008 بعد الظهيرة شنت حركة العدل والمساواة بقيادة خليل إبراهيم هجوما خاطفا على مدينة درمان في العملية التي أطلق عليها الذراع الطويل لإسقاط الحكم في الخرطوم، وقد راح ضحيتها الكثير من العسكريين والمدنيين. وخلفه أخوه جبريل إبراهيم الذي كان يشجع مرتزقته بأن عمارات الخرطوم لا تهدموها بل هي لكم لتسكنوها، وهو الآن وزيرا للمالية بحكم اتفاقية جوبا للحرب المتدثرة باسم السلام.
الدرس السادس: ثار الشعب عام 85 على حكم النميري الذي بدأ مدعوما بالحزب الشيوعي والقوميين العرب وأبعاد أخوي وإنت يا مايو الخلاص، وانتهى إسلاميا بعد تطبيق الشريعة الإسلامية، والتي انحصرت في بتر الأيادي لصغار المفسدين والتغاضي عن كبارهم. لم نعد درس، وأعادت الأحزاب سيرتها الأولى في سرقة الثورات، وعفى الله عما سلف ما دامت الكراسي قد عادت لهم. الدرس السابع: قفز المتأسلمون على السلطة بانقلاب عسكري قاموا بتنفيذه مقدمين واجهته المخلوع عمر البشير، فانتشر الفساد وعم البلاد، وظهر النفاق، خاصة بعد قهر دموي وتعذيب وبيوت أشباح وسرقة المال العام وتدمير المشاريع وخصخصتها لمنتسبيهم وتدمير الخدمة المدنية وإضعاف الجيش ببناء ميليشيات خاصة بهم والصرف عليها، ومنها الاستعانة بالجنجويد لحمايتهم من المؤسسة العسكرية الشريفة. 30 عاما عجافا أقعدت البلاد ودمرت الاقتصاد وفصلت جنوبه عن شماله وفرطت في حدوده. لا ننسى درس الاثنين الأسود بعد مقتل جون جارنج والقتل والرعب والهلع الذي عم العاصمة من إخوتنا الجنوبيين. ولا ننسى درس دخول حاويات المخدرات حتى حين كان المشروع الحضاري في أوج سلطته. سار الشعب السوداني في 2013 فتم قمعه، ثم تفجر بركانا في ديسمبر العظيم المباركة في 2018. فهل استفاد الشعب من ثوراته السابقة ليبني مستقبله؟ هل وعى كل هذه الدروس؟ كيف والأحزاب كعادتها في سرقة الثورات، ولكنها هذه المرة غدرت بالشعب في شراكة الدم مع اللجنة الأمنية للمخلوع التي شكلت المكون العسكري، تحالفت معه وتقاسمت السلطة من أجل الكراسي، ورفضها الشعب السوداني هذه المرة حتى غدر بها المكون العسكري في انقلاب 25 أكتوبر 21. لم تجد بدا من أن تتحالف مع الجنجويد كقوة عسكرية نمت وترعرعت تحت سمع ونظر اللجنة الأمنية، وازداد نفوذها، عسى أن تعيدها للسلطة.